وصفة النهاردة الخضار السوتيه. طبعا بنجيبه من بره بيبقى طعمه تحفة، بناكل في المطاعم بيبقى طعمه حلو جدا غير الموجود في البيت. النهاردة ان شاء الله هنعمله بطريقة طبعا هيلثي جدا وطعمها تحفة زي بتاعت بره بالظبط، من غير ما نسلقه بقى ونضيع الفوائد بتاعت الخضار كلها في المية والحاجات اللي بنعملها بنبوظ بيها طعم الخضار السوتيه. وكمان هنعمله كرانشي كده ان هو بيقطم نقدر ناكله ونستمتع بطعمه، ما يبقاش مسلوق كده وطعمه غريب. يعني فاهمين قصدي؟ طريقة سهلة قوي وسريعة جدا. امشوا معانا الخطوات وان شاء الله هنعمل احلى خضار سوتيه في الدنيا. اعملوا لايك بس، ولو اول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك. يلا بينا. اول حاجه عندي هناخد المقادير سكرين شوت. الموضوع اصلا مش محتاج مقادير، اي خضار عندكم، اي خضار في الدنيا. الشتاء كمان خضاره يعني كتير وما شاء الله في حاجات كتير حلوه، هناخد اللي يناسبنا او نحبه ونضيفه للخضار السوتيه. انا عندي هنا قرنبيط وعندي كوسه وعندي جزر وعندي فاصوليا خضراء وعندي مشروم. اي حاجه بقى عندكم طبعا يعني زياده زودوها، مفيش اي مشكله خالص. تمام. وعندي كام فص توم كده وزبده وملح وفلفل اسود، بس مفيش لا ازيد ولا اقل. خلاص هنعمل ايه؟ هنمسك الخضار ده كله هنقطعه، هوريكم الطريقه نقطع بيها الخضار عشان بس شكل الطبق يبقى شكله حلو النهائي كده، شكله لذيذ. هنمسك عندي القرنبيط، لو في اي اجزاء سودا ان انا اقدر اتخلص منها عادي جدا جدا. اوكي. وطبعا هغسله كويس قوي وابتدي ان انا اقطعه صغير، يعني بيبقى شكله كيوت كده ومتقطع صغير على حسب ما انتوا عاوزين، برضو وردات كده صغيره. اوكي. وطبعا لازم اكون بغسله كويس قوي عشان اتاكد ان هو مفيهوش اي حاجه ممكن تضرني. يعني طبعا دلوقتي واحنا بنقطع كده بنشوف فوائد القرنبيط وكمان بنشوف سعراته، يعني كلام فارغ ولا حاجه، بس فعلا فعلا مفيد. وانا بستنى الشتاء بصراحه عشان خاطر القرنبيط والبروكلي والحاجات دي كلها. طبعا في وصفات عندكم في القناه بالقرنبيط حلوه قوي، ولو عايزين وصفات تاني اكتر واكتر اكتبوا لي في الكومنتس وانا ان شاء الله مش هتاخر عنكم. خلاص اديني قطعت القرنبيط بالمنظر اللطيف ده. طبعا انا بعمل جنبه بقى، ممكن اعمل جنبه ستيك، ممكن اعمل جنبه فراخ مشويه، بانيه صحي، اي طريقه اي حاجه مش فارق يعني. اوكي. ادي القرنبيط عندي. همسك المشروم. المشروم ليه شكله عامل كده؟ انا بجيب كميه وبشيله في الفريزر. تمام. فهو شكله بس ايه مرهق شويه كده، ويفضل المشروم الفريش، بلاش يا جماعه المعلب ده عشان مش مفيد، وكمان في مواد حافظه كتير قوي قوي قوي. انا اخدت 3 وهقطع برضو سلايسات كده ايه عشان تدي شكل لطيف. مش عايزه اقطعه صغير قوي المشروم بالذات عشان انا بحب شكله يبقى موجود معايا في الوصفه، يبقى واضح صريح كده. فاهمين قصدي؟ اوكي. وبالنسبه للفاصوليا الموضوع سهل جدا برضو، مش هنقطعها طبعا كلها، يا دوبك هنشيل بس الاجزاء اللي غير مرغوب فيها دي، وبعدين هيبقى بالشكل ده كده معايا. خلاص ماشي. خلي كده الفاصوليا على جنب. اما الكوسه هقطعها شرايح طوليه، اوريكم ازاي. طبعا كل الخضار اللي احنا شايفينه ده مغسول كويس جدا جدا. اوكي اهو. خلي بالكم يعني حاولوا يعني تتخنوها شويه عشان هي اخر واحده بتتحط، وبعدين ما بتاخدش سوا، في ثواني بتكون جاهزه معايا اهو بالمنظر ده. صوابع كده طويله جميله لطيفه. اوكي خلاص. هنكمل طبعا بقيه الكوسه والجزر نفس الكلام، هنقطعه طوليا برضو، بس ايه نرفعه عشان ده اكتر خضار بياخد سوا اهو بالمنظر ده، الرفع ده بالظبط. اوكي اهو معايا اهو، يبقى بالرفع ده كده، صوابع كده رفيعه. خلاص هقطع بقى كل الخضار وهرجع لكم ان شاء الله. قطعت الخضار وغسلته تاني كويس قوي واتاكدت ان كل جزء فيه زي الفل ومشطوف كويس جدا جدا. هوريكم بقى التسويه، لا هنحطه بقى على النار نسلقه، ولا انا مش عارفه نستنى نعمل ايه، ولا نطلعه نحطه في تلج، ولا اي حاجه من الوصفات الغريبه الطويله اللي تخلي الواحد يزهق دي. يلا بينا على البوتاجاز هوريكم بنسويه ازاي. يلا بينا. اي بقى طاسه او مقلايه بتتحط على النار عادي جدا، بحطها على النار تسخن، وبعدين بنزل بمعلقه كبيره من الزبده. طبعا مش بناخد المعلقه كلها، بناخد نصها تقريبا، والنص التاني هقول لكم هنعمل بايه. وننزل بالزبده معايا بالمنظر ده. اوكي. وسيح بس. طبعا النار خدوا بالكم، النار اهم ملاحظه، النار تكون هاديه جدا عشان خاطر الزبده ما تتحرقش مني، والخضار ما يعني ايه ما يستويش، ما يتهريش مني. احنا عايزينه يبقى ستيل كرانشي، يبقى طعمه لسه ايه كرانشي شويه.
عقبال كده ما الزبده تسيح معايا هبتدي ان انا اجيب الثوم. هنزل بالثوم كده، على فكره ممكن تستبدلوا الزبده بزيت الزيتون عادي جدا، ينفع بسمنه على حسب ما انتوا بتحبوا طعم الخضار يبقى يعني جايب ايه. انا المره دي عايزه اعملها بالزبده، ما فيهاش مشكله يعني. اوكي، هنزل اهو بفصوص الثوم القمر اللي عندي. كل خضار هينزل قدامكم على الشاشه هتشوفوا الفوائد الرهيبه بتاعته. خلاص ادي الثوم عندي اهو. نقلب بقى كده بسرعه. اول حاجه هنزل بيها ايه؟ هنزل بالمشروم. ليه؟ ياخد من طعم الزبده، لان هو عامل زي الاسفنج بالظبط، فنستغل بقى الحوار ده وياخد طعم الزبده. وما تخافوش لو الزبده لقطوها راحت، المشروم هيطردها تاني، يعني يا دوبك ياخد الطعم ويطردها تاني. تمام اهو. ونقلب كويس تقليبتين كده بس، حاجه بسيطه. اوكي، وبعدين ندور على الخضار الاكثر سماكه، او اللي هو يعني جامد بياخد وقت شويه في السوا. يا ترى ايه؟ الجزر. هاخد الجزر برضو بعد ما اكون قطعته طوليا، انزل بيه كده واقلبه كويس. مش قادره اوصف لكم الريحه ابتدت تطلع من دلوقتي، حاجه كده دلع الدلع يعني. اوكي طيب، هحط خضار تاني دلوقتي؟ لا، لما الجزر يبتدي يطرى شويه صغيرين هبتدي انزل بالخضار اللي بعديه. مش هغطيه عشان خاطر انا مش عايزه اطلع ميه، انا عايزه ان انا طول الوقت كده اقعد اقلب فيه واستمتع طبعا بالروائح الحلوه، وفي نفس ذات الوقت اخلي الجزر والمشروم يعملوا كده ايه، هارموني او تناغم مع الزبده. اوكي، فهنفضل نقلب لغايه ما يوصل معايا يبتدي يخش في السوا. اوكي، بعد حوالي يعني 3-4 دقايق كده حسيت ان الجزر ابتدى لونه يدبل شويه، فهننزل على طول بالخضار اللي بعديه، سواء قرنبيط او بروكلي. اوكي، برضو لانه بياخد يعني ايه وقت شويه صغيرين كده في السوا، فاحنا نبقى ايه عارفين ايه الخضار اللي بياخد وقت في السوا وايه الخضار اللي بيستوي بسرعه. هو معروف يعني اكتر خضار ملوش روح وبيستوي بسرعه جدا الايه، الكوسه. نقلب بقى كده كويس برضو ايه، دقيقتين كده او 3 بالكتير، ونبتدي نحط الخضار اللي بعديه. وطبعا كل ده بيتحسب من وقت الجزر على النار، فاهمين قصدي؟ عشان ده زي ما قلت لكم بياخد وقت. قلبه وارجع لكم تاني على طول ان شاء الله. القرنبيط ابتدى يعني مش هقول استوى ولا حتى يعني طري شويه، فاهمين قصدي؟ مش عارفه اوصفها لكم ازاي. هو طري شويه صغيرين. فهنعمل ايه؟ هنحط دلوقتي الفاصوليا اللي عندي. الله، طب مش هتقطعيها يا رضوى؟ لا، هي بتتحط كده زي ما هي صحيحه كده، بيبقى شكلها احلى والطف. طبعا في المطاعم بندقها كده. مش عايزه اقول لكم انا بحب الخضار السوري قد ايه. الفاصوليا برده حوالي دقيقتين او 3 دقايق، وبعدين هبتدي احط اخر خضار معايا. فات حوالي دقيقتين. هنحط بقى اخر خضار معايا الاستاذه كوسه بالمنظر ده اهو. طيب اما حطينا الكوسه دلوقتي هنبتدي بقى نحط التوابل اللي عندي. عايزين تحطوا توابل كتير براحتكم، بس انا اعرف التوابل اللي بتتحط على الخضار السوتيه ملح والقليل من الفلفل الاسود، قليل مش قوي عشان ما يغمقش مني ويفضل محتفظ باللون اللطيف واللمعه اللي فيه. فهنحط مع بعضينا ملح، ما نكترش منه قوي، ربع معلقه من الفلفل الاسود بس. عايزين بقى تزودوا مثلا كاري، زودوا كركم، زودوا بابريكا، زودوا فلفل ابيض، اللي انتوا عاوزينه زودوه، حطوا اللي انتوا عاوزينه مفيش مشكله، عادي جدا جدا جدا. طيب في حاجه تانية هنضيفها طبعا، بس لما الخضار كله اتاكد ان هو استوى هنحط بقى الاضافه الاخيره اللي احنا شلناها في اول الفيديو عشان خاطر تدي لمعه بقى وطعم تحفه. الوصفه كلها بمعلقه من الزبده الكبيره، يعني معلقه في حدود مثلا يعني 20 جرام كده مثلا، طبعا هيلثي جدا 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 وحاجه يعني في منتهى الجمال. نقلب ولغايه ما نتاكد ان الخضار كله استوى تمام، هننزل عليه بقطعه الزبده ويكون ان شاء الله جاهز معايا. بعد حوالي مثلا دقيقتين ولا حاجه كمان خلاص، ما شاء الله لا قوه الا بالله، طعمه مستوي كويس، مش مستوي توتالي او بنسبه
بنسبه 100% يعني، بيقطم شويه ودي احلى حاجه. الملح ظبطته وكل حاجه خلاص. هنعمل بقى الفاينل تاتش، نحط بقيه الزبده اللي عندي. بالشكل ده، ولا سلقناه بقى ولا عملنا مش عارفه ايه ولا طلعنا وحطينا في تلج الكلام الفاضي اللي بيحصل ده. وغير طبعا الفوائد اللي بتروح في الميه لما بنسلق الخضار، حرام ليه بالنار. ولو عملناها بالبخار على النار ماشي، طريقه حلوه وهيلثي، بس بتاخد وقت جامد جدا. على ايه، ما احنا عملناه وشوحناه كده طعمه احلى على فكره. بصوا بقى اللمعه، يا جنن. بصوا اللمعه، هي دي اللمعه اللي انا بدور عليها، هي دي اللمعه اللي انا بشوفها في المطاعم بره وببقى هتجنن. طبعا بره بيحطوا اطنان من الزبده، واذا كانت زبده يعني صحيه يعني ما اعتقدش، بس اهو خلاص ده كده جاهز معايا. ابتدي بقى ان انا اقدمهم مع بعضنا ان شاء الله باذن الله. يلا بينا. الخضار القمر اللي عندي، مش قادره اوصف لكم شكله حلو قد ايه وريحته وكل حاجه تجنن تجنن تجنن. هاخده كده احطه بقى، ابتدي ان انا اغرفه معايا. ده صدر فرخه بالعظم بالطريقه التندوري. لو عايزين تعرفوا الطريقه هسيب لكم اللينك بتاع الحلقه في الديسكريبشن. حلقه حلوه جدا جدا ولذيذه يعني. تمام. وهبتدي ان انا اغرف معايا الخضار. بسم الله الرحمن الرحيم. احطه كده بطريقه لذيذه عشان خاطر استمتع بيه. انا بحب الخضار السوتيه جدا يا جماعه، وجربت طرق كتير مفيش احسن من الطريقه دي، وهي بالظبط نفس الطريقه بتاعت بره. اوكي اهو. ناخد جزر بقى عشان ما يتظلمش معانا، انا بحب الجزر كمان قوي. بجد هتحبوه قوي. اي خضار عندكم اعملوه يا جماعه بالطريقه دي. لو انتم مش قادرين مثلا تاكلوه ني ولا حاجه، او زهقانين مش عارفين تعملوا اكل ايه، اي حاجه عندكم ممكن والله تعملوا وصفه دي مثلا جنبها بيضتين، حلو جدا زي الفل. ايه المشكله، ما هو البيض برده بروتين. ممكن تعملوها لوحدها عادي جدا، مش قصه. اهم حاجه ان احنا نعرف نوظف الاكل اللي عندنا بطريقه صحيه عشان خاطر نستمتع بالهيلثي لايف. هنقرب بقى كده مع بعضينا ونشوف احلى تفاصيل في الدنيا. ما شاء الله لا قوه الا بالله، لوحه فنيه. وطبعا الطعم هنشوف دلوقتي مع بعضينا الخضار مستوي واحده واحده ازاي. ناخد اول حاجه الجزر، بصوا مش مستوي قوي للاخر، ودي طبعا دي اهم حاجه واهم ميزه يعني معايا. وندوق. طعمه حلو قوي 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 قوي. توم مظبوط جدا مع الزبده، حاجه كده في منتهى اللذاذه والحلاوه يعني في الدنيا. هناخد كمان قرنبيطه، بصوا شكلها حلو ازاي، الطعم اليمي. مشروم طري ولذيذ. مش عارفه اتكلم. فاصوليا حبيبه قلبي برضه مقرمشه وجميله. واخر حاجه معايا كوسه المعتبره. كم الحلاوه واللذاذه الموجوده في الطبق ده. بس انا بنصحكم يا جماعه ان تعملوه لانه فعلا حلو ومشبع جدا جدا، خصوصا في الاوقات اللي احنا بنبقى جعانين فيها قوي مش عارفين نعمل ايه وخايفين نخرب الدايت. شويه خضار سعراتهم اعتقد ما تبقاش عاليه خالص وطعم لذيذ، لازم تجربوه. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا جدا. سلام.